السلام عليكم. ايه الاخبار؟ فينك يا عم الشيخ؟ مستنيك من بدري هنا. جاي دلوقتي؟ طيب ماشي، انا مستنيك بس عشان محتاجك في موضوع ضروري كده. بنتي حلمت حلم ومشغولة شوية كده، عايزك تفسره لي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا عم الشيخ، اتفضل حبيبي. بسم الله، اتفضل حبيبي. امرني. بص بقى يا شيخنا، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بنتي حلمت حلم وعايزك تفسره لها. والنهاردة أنا مش عارف بقى الحلم ده يعني حلو ولا وحش. أنا شايف إن هو كويس وحلو وجميل، وإن هو إن شاء الله يعني في حاجة جديدة ليها، وإن هي إن شاء الله يعني شكلها كده هتلعب معاها البلي أو حاجة. خير إن شاء الله، لعله خير بإذن الله. احكي لي المنام. عايز أقول لك الحلم. طيب حاضر ماشي. بصي، هي حلمت إن هي شعرها جميل وكويس وحلو وطويل جدا، ومعجبة به جدا، ولكن بتصبغه بالأسود. تمام. وبعد ما صبغته لقيت نفسها موقف تاني، إن هي راكبة هي وزوجها في أسانسير، وساندة على كتف زوجها ونايمة. تمام. وبس، وصحت من الحلم، مش عارفة بقى الأسانسير اتحرك وطلع أو ما طلعش أو حاجة. المهم هو ده الحلم. ربنا يا رب يبشرك بالخير يا شيخنا، وقول لنا بقى ايه الحل في الموضوع ده، او ايه تفسير المنام ده. طيب يا سيدي، هل بنتك بتشجع زوجها ان هو يعمل مشروع جديد، او ان هو يشتغل في شغل جديد، او ان هو مثلا ياخد قرض من البنك او حاجة؟ لا، هو بالنسبة لزوجها، هي بتخليه او عايزاه ان هو يجيب قرض من البنك عشان خاطر يعمل حاجة كويسة كده، يعمل بيت كويس زي زملاتها، وإن هو يجيب عربية جديدة وكلام من ده. بص يا غالي، طبعا في البداية كده صباغة الشعر بأي لون تاني بتدل على خير وتحسن في أمور الرأي، إنما صباغته باللون الأسود خاصة فدي الشيء المكروه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكره هذا الأمر. فده بيدل على إنه بنتك بتعمل حاجة عايزة تحسن من مستواها المعيشي ومن مستوى دخلها، لكن الشيء ده فيه شبهة وفيه أمر غير جيد. فهنا إن هي بتضغط على زوجها أو عايزة زوجها إنه يجيب قرض من البنك، فدي هي دي الشبهة، وهو ده الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه. ماشي. واعتقد إن هي منغصة عيشة جوزها، ودايما شد عليه، ودايما عايزاه إنه يجتهد في الموضوع ده، وإنه يجيب فعلا القرض وكده. إزاي الكلام اللي أنت بتقوله ده يا شيخ؟ يعني قصدك إن هي اللي بتعمله ده غلط؟ أيوة، عارف إنه القرض طبعا ربوي، والقرض طبعا يعني في مشايخ كتير بتقول إنه حرام يعني. فياريت الرؤية دي تحذيرية، وياريت تشوف حاجة غير كده، وربنا يا رب يصلح حالهم يا رب، ووفقهم للخير يا رب. هي والله ربنا يهديها، عايزة تعمل زي جيرانها، عايزة تعمل زي أصدقائها، إن هي يبقى عندها بيت نظيف وبيت غالي وبيت كده. وفعلا هي يعني حتى منغصة عيشة زوجها إن هي تعمل الموضوع ده، وإن هو يشد حيله ويعمل الموضوع ده. طيب شكرا، ربنا يعزك يا شيخنا، وربنا يبارك فيك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ربنا يعزك يا رب ويحفظك.